تعالى ما اكلمكم عن بطل هيكون فعلا مستقبل مستر اولمبيا الفترة اللي جاية، وهو انتون راتوشني صاحب ال 19 سنة. البطل ده حرفيا جيناته مميزة جدا، وعنده كتلة عضلية ما شاء الله ونضوج عضلي على سنه دوت. فهو كان لسه لاعب بطولة من كام اسبوع واخد فيها المركز الاول وكسب، وكريس بامستد بنفسه علق له ان هو فعلا كان بيبارك له وفعلا بيشجعه في ان هو يفضل ياخد الخطوة بس واحدة واحدة. وطبعا انتون رد عليه، كان الموضوع ده مهم جدا بالنسبه له، كان كبير قوي. فهو طبعا بعد ما كسب البطوله ديت عمل البوز بتاعه البايسبس مع الفاكيوم بتاعها، فده فعلا يبين لي ان هم فعلا جيناتهم متقاربه من بعض، وان هو هيكون خليفه كريس بامستد الفتره اللي جايه. فلو جينا شفنا الماسكولار بوز بتاعه هنلاقي ان هو ما شاء الله جميل جدا. ده غير كمان لو احنا شفناه في السايد شيست بتاعته والتقطيع بتاعه الرجل، فهي كويسه جدا جدا على سنه الصغير دوت. فانا من وجهة نظري بصراحة لو هو فعلا عمل اوف سيزون الفترة اللي جاية لمدة سنتين لثلاثة، هيكون كارت الاحتراف سهل جدا في ايده، وهيكون فعلا مستقبل مستر اولمبيا الفترة اللي جاية. وقول لي رأيك في التعليقات، هيكون فعلا خليفة كريس بامستد ويقدر يعملها وياخد لقب مستر اولمبيا كذا سنة ورا بعض ولا لأ؟